كل الكلام اللي داير ده بيعمل حاجتين. بيعمل سويقه في الموسم بتاع الانتقالات، عشان يبقى في كلام رايح جاي وفي اسعار طالعه نازله اللي لسه بقول عليها، ان في ارقام بتوصل لمعدلات مش طبيعيه، وتحريك السعر اللاعب، بدل ما هو يبقى راقد على رقم وثابت عليه، لا الرقم يبتدي يتحرك لفوق ينزل لتحت، يبقى في تفاوض في سعر اللاعب. في الاول وفي الاخر بالنسبه لمصطفى محمد لغايه دلوقتي مفيش حاجه رسميه بتقول ان هو هينتقل للنادي الاهلي. ولو كان ده بيتم، واللي انا لسه قايله على كلام عبد المنصف وكلام جمال عبد الحميد، كابتن محمد يوسف اكيد فاهم لو ده بيحصل مش هيطلع يقوله زي ما قالوا كابتن جمال عبد الحميد ولا يقوله عبد المنصف. في حاجات كده لما بتتعمل في الخفا معموله عشان ما تبانش للاعلام وتبقى فجاه وتبقى قنبله زي زيزو واللي حصل معاه 8 شهور او 9 شهور بنتكلم في قصه زيزو، ماضي للاهلي، بيفاوض الاهلي، مضى قبض من الاهلي. وفي الاخر النادي الاهلي كان بيقول الكلام ده ما حصلش خالص، ولما جه وقته بقى اللعيب خلاص انتهى عقده تم الاتفاق. هي دي الاحترافيه من وجهه نظري. ممكن حد يختلف معايا، ممكن حد يتفق معايا، بس انا بقول وجهه نظري ان ما ينفعش ان انا اطلع اتكلم كلام غير مسؤول، وان ممكن يبوظ كل الترتيبات اللي انت عاملها يا كابتن عبد المنصف انت وكمال او كابتن جمال عبد الحميد.